السلام عليكم ورحمة الله. تحية حب واحترام وتقدير لكل متتبعي القناة، وتحية خاصة لأهلي وناسي داخل وخارج أرض الوطن. شكرا لكم أنكم كتعطيوني من وقتكم باش نتقاسم معاكم خواطري الشخصية. شكرا على الدعم وعلى التشجيع. الخاطرة بعنوان الغضب. نتمنى إن شاء الله تروقكم وتنال إعجابكم، ودمتم رائعين. الغضب هو داك الثائر المرفوض المبغوض والزائر اللي ما كيكونش مرغوب فيه، لأنه فاش كيحضر كتبدا عملية الاستنزاف اللي كتكون غاية في الإنهاك. والعجيب في الأمر أنه في نفس الوقت كتبدا عملية التعبير والتنفيس على مكنونات مخبية وتراكمات بزاف ديال الأسباب معقدة ومشابكة في داخل الإنسان، كانت كتسنى اللحظة باش تخرج وتتحرر، وكأنها انتفاضة من أجل التحرير. وأخطر شي في الغضب هو فاش كيفقد الشخص السيطرة على نفسه، وما كيبقاش نهائيا يحسب لا العواقب ولا الخسائر، ولا كتهمه حتى الوسائل، وإنما اللي كيهمه هي النتيجة اللي باغي يوصل لها، والباقي ما كيهمش. وهذا الشيء اللي كيخلي التعامل مع الغضب كشعور وانفعال وكفعل وردة فعل كيحتاج الشخص توظيفه في الأحيان اللي كتفرضها الضرورة شي صعب جدا. يعني فوقاش وكيفاش وعلاش الغضب؟ أسئلة قادرة تخلق الصراع داخل كل واحد منا، والغالبية ديالنا كيعاني في هذا الأمر، لأنه الخط اللي كيفصل ما بين الغضب اللي كيخضع المنطق العقل واللي هو غضب منضبط، وما بين غضب منفلت كيغيب فيه العقل والمنطق، هو خط رهيف بزاف. ويمكن هاد الشي علاش كيتقال على الغضب أنه ضرب من الجنون، لكن هنا بالتأكيد كيتعلق الأمر بوصف الغضب الغير معقلا. أما غضب كيكون الهدف منه الدفاع على النفس إلا تعرضت للاعتداء والظلم، فهنا ما يمكنش يتلام الإنسان على الغضب ديالو، لأنه كيكون حق. لكن المشكل واللوم كيكون على اختيار الإنسان للأساليب والوسائل اللي كيعبر بها، لأنه من المسلم به أن الدفاع عن حق خاصو يكون بحق، وهو الشي اللي كيصنع في سلوك الغضب الفرق. ويمكن أحسن شي كيوصل لهذا الأمر هو اتباع سياسة التدرج والتنوع في الطرق اللي غتخلي الغضب يتحرر، لكن بشكل متحضر. كتبقى مهمة عسيرة لكن ماشي مستحيلة. إذن كيبقى الغضب شي حاجة ميمكنش ما تكونش في واقع الحياة ديال الناس، لكن التعامل معاه هو الشي اللي كيختلف بطبيعة الحال على حسب القدرات اللي كتختلف بدورها من واحد لواحد. فالغضب هو دائما نفس النتيجة المحصل عليها في غياب الحوار وضياع الحقوق والمعاناة من التهميش وممارسة الظلم والإقصاء، وزيد من الأمور اللي كتخلق تراكمات داخل أي واحد وكتأدي به للضغط، والضغط كينتج غضب. فكل تطرف في الظلم إلا وكيوصل لتطرف وتهور في الغضب، فهاد الأخير كيولي خلاصة كتفرض نفسها فاش كتنعدم الخيارات والبدائل. وللأسف فشحال من نور
رجع نار داخل الإنسان لقى راسو باش يستمر ويحافظ على الوجود والبقاء ديالو. خاصو يدير هاد التحول، وهو شي كيحز في النفس وكيألم، وغالبا ما كيوقع في هاد الأمر شخص بعيد على الدين أو أصلا ماشي متدين. فالدين كيلعب الدور الرئيسي والأهم في التأثير وفي ضبط سلوكيات الأشخاص وفي تنظيم العلاقات الإنسانية. فالعقل مهما شرع القوانين غيبقى قاصر وعاجز على التعامل مع بزاف ديال الأمور لو ما كانش التشريع الإلهي فصل فيها. فالأهواء في كتير من الأوقات كتحجب العقل وكتغيبه، وربما كتمشي بيه لأبعد حد باش يشرع قوانين ما كتخدمش الصالح العام، بخلاف الدين اللي دائما كيوجه الإنسان باش يعرف الأخلاق والمبادئ والحقوق الواجب تبنيها، وكيوضع الواجبات والحدود اللي ماشي مسموح تخطيها. فكل حق عند إنسان هو واجب ليه عند الكل، وكل واجب عليه هو حق ليهم عنده. ولا تمعنا في هذه المنظومة التشريعية الإلهية من الناحية الخاصة بإدارة الغضب، كنلقاو بأنها كتحث على ترويض النفس وضرورة التحكم فيها باش الإنسان يمتلك قدرات تخليه يعرف كيفاش يتعامل مع الأشخاص ومع المواقف اللي حاضر فيها الغضب، وهذا الشيء عن طريق الأمر والنهي والتعريف بالجزاء، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلى سبيل المثال لا الحصر، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك في هذه الآية الكريمة اللي كتحث على الحلم والعفو والتسامح، فيقول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. فهنا كاينة إشارة، أو على الأصح أمر، بتطبيق أسلوب الصمت لما له من فعالية في كبح جماح الغضب، بالإضافة لكثير من الأساليب الأخرى، منها الرفق والتماس الأعذار للناس، منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، منها الوضوء، منها التجاهل الاستفزازات، منها تغيير الشخص للوضعيات في وقت الغضب، من وقوف الجلوس ومن جلوس الاتكاء. أما بالنسبة للأجر والجزاء والأفضلية عند الله عز وجل للإنسان الصبور اللي كيتحمل الغضب ديالو، فكذلك كنلقاو أمثلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالهدوء ديال الشخص كيخليه قادر على إيجاد الحلول الصائبة، وكيخليه يتفادى أفعال غير صائبة غيندم عليها من بعد الموجة ديال الغضب. وخير ختام للشي اللي سبق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جامع فيه ما بين النهي عن الغضب وعظيم الجزاء اللي كيتمناه كل واحد في حال طبق هذا النهي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. نتلام إلى غضبت على نقطة فلتت فاض بها الكاس، نتلام إلى غضبت على ميل حد عواج وفات القياس، نتلام إلى غضبت
وقلت بغيت، والكلمة فيا شحال تخبات. نتلامي لا غضبت وقلت لا لا، وفيا الكلمة شحال تقمعات. إلا غضبت راه جمرة عافية في دم مسوسة شعلات، تحرق فيا كتر ما في الناس حرقات. إلا غضبت ماشي كفرت، ماشي فجرت، ولا قل حيايا، راه حبال صبري اللي دبرت يديا تمحات، والله شاهد عليا. إلا غضبت راه تمحنت بصراخ مكتوم وهموم حايلة، محني حلم مدفون وخوف مخزون وحق مكتف. نتلامي لا غضبت وانا عييت من غدر الخاوة، من الحقرة، من العداوة، من الظلم ومن العفيس. خنجرهم الحافي شلة مدبح في عرق السماحة، وما حدو فيه مرشوق عمر الجرح ينشف، وكل ما تعقر ينزف ويزيد ينزف. نتلامي لا غضبت وانا مليت في كل وقت. نشوف في مراية نلقاها مضبة بغيم من الهبال ومن البهوت، والبرق فيها ضحكة صفرة طغات ونسات الموت. إلا غضبت راني آديت مرة وتآديت 1000، سامحت ديما وتعاديت في خطرة مختومة بالحلف. إلا غضبت راني عطيت ما خديت، في الفرح غبت، في القرح حضرت، تغصبت في اللي فات، مغبونة في اللي جاي. إلا غضبت راني عرفت أنا بنت الدرقة والشوك، ما من حقي نهز الراس، ما من حق عيني تشوف الفوق، ملياش الحق نطور والخاطر مكسور بين ضلوع محنية. ما أنا من العيان ولا ساكنة القصور المجلية. نتلام إلا غضبت وانا حرت في نهار يضوي بشموع الليل، حرت في نخوة تهرب من دروب الشرفة، حرت في المروة تحني قدامها بغيس القهرة والويل، حرت في سواقي تطحن في الماء يولي دم، دايرة بالزهو ومسرجة الحر من الخيل. إلا غضبت نتلام وما زال نتلام. إلا غضبت بالصح حين وهدرت عاد سكت حينت بزاف ما هدرت. ما ترحم سكوتي، ما تفهم الغاية، والعلقم كان يكون باقي هو سر دوايا. أرجوعي لله العالي والحاكم، واللي بالحال عالم، يفك العقدة بجاه الخاتم.
وياخد الحق، وياخد الحق للمظلوم من الظالم. تحياتي.